هو احنا ليه يا جماعة بنزيط في الزيطة وبنركب الموجة دون التفكير في اللي احنا بنعمله هيأثر على مين، او هيأثر على اقتصادنا وهيأثر على سمعتنا وهيأثر على البورصة ازاي وهيأثر على الاقتصاد ازاي. اي بلوجر بيقدم محتوى لازم يكون مسؤول مسؤولية كاملة عن المحتوى وعارف ابعاد المحتوى بتاعه حتى لو كان من باب الهزار او من باب السخرية على الاوضاع الاقتصادية محتاجة تصدي ووقفة من كل رجال مصر الشرفاء من تجار واعلاميين وبلوجر. مش محتاجة ان احنا نركب الموجة ونتريق ونهد، احنا محتاجين نبني. عند حضراتكم مثلا الفنانة المحترمة بزيادة اسمها مروة عبد المنعم، عاملة فيديو عن إزازة الزيت، بتقول إزازة الزيت ب125. احنا عارفين ان الزيت حضرتك غالي وكل الدنيا عارفة، وعلى فكرة غالي على مستوى العالم كله، وحضرتك تقدري تخشي على مواقع دول تانية او تشوفي الدنيا فيها ايه وانتي تعرفي. بس ليه حضرتك بتعملي كده ومطبخك زي الفل نضيف جدا؟ مش شكل ست واحدة بتطبخ اساسا. ايه حضرتك بتطلبي ديليفري؟ استحالة تكوني بتطبخي. انا بعرف من صور المطبخ الستات اللي بتطبخ واللي ما بتطبخش. الستات اللي عندها استهلاك مطبخها ما بيبقاش جديد كده زي حضرتك، ده استنتاجي، الله اعلم الحقيقة ايه، ده مجرد استنتاج. بس انا حضرتك دلوقتي ليه بتعملي كده؟ ليه بتسوقي سمعتنا؟ مش الفيديو مش على قد مصر بس اللي هتشوف، العالم العربي كله هيشوفنا، العالم الغربي كله هيشوفنا. في ناس مش هتفهم ان ده من باب الهزار ومن باب السخرية ومن باب الاسقاط على الغلا، لا خالص. يا ريت حضرتك تقدمي لنا حاجة تفيد الناس. انا عارفة طبعا ان اللي هيفيد الناس مش هيجيب معاكي ترندات ولا هيجيب معاكي مشاهدات، بس حاولي على الاقل دلوقتي تتقي الله فينا. برضو في حد اسمه الاستاذ محمد والاستاذه علا، دول بلوجر او بيعملوا قناه اسمها محمد وعلا. في شخصيه محترمه قالت لي ان هما كمان بيعملوا فيديوهات عن الغلا. علا ومحمد دول عاملين فيديوهات، الفيديوهات بتناقض بعضها، يعني عامله فيديوهات، فيديو ان هي وحماتها بيتكلموا عن الغلا وسعر البيضه، وفيديو تاني جاي لها فيه هدايا في راس السنه، مع ان احنا مش محدش بيجيله هدايا في راس السنه، وفيديو تاني عن الفسيخ، وفيديو تاني على ان هي ذبحت كلب علشان اللحمه غاليه. منين انت بيجيلك هدايا في راس السنه؟ ومنين انت بتذبحي اكل؟ ومنين انت عايشه في بيت ما شاء الله مش حسد؟ على فكره كلنا عندنا بيوت وزي الفل، مش حسد، زي القصر، وبتشتكي من ازازه الزيت وبتقول انا ذبحت كلب. حتى لو حضرتك بتقولي ده من باب السخريه ومن باب الهزار، سمعه مصر وسمعه المصريين خارج مصر مش باب للهزار ومش باب للسخرية. وممكن حضرتك تشوفي محتوى افضل، رغم ان انت ما شاء الله جايبة يعني مشاهدات كتير، بس حضرتك المشاهدات دي ما تكونش على قفا مصر. يعني مثلا في الفيديو ده هي بتقول انا ذابحة الكلب. فيديو تاني جاي لها هدايا في راس السنة، وفيديو تاني بتجرب منتجات مش عارفة شركة ايه. ف يعني انا بس كل القصة بلاش نركب الموجة على قفا مصر، ما نركبش الموجة ونزيط في الزيطة على قفا الرأي العام. هنا برضو ده فيديو لبيتها، بيتها ما شاء الله، اللهم لا حسد، كلنا والله عندنا بيوت واحسن من كده كمان. مش عارفة الفيديو مش بيجمع معايا ليه، هيظهر دلوقتي. كلنا عندنا برضو بيوت وكلنا مبسوطين، بس ما بنطلعش نعيط ونقول احنا جعانين واحنا شحاتين، حتى لو مش هنلاقي الدقة في بيتنا. وحتى لو ده بيحصل بنقوله بينا وبين بعض، ما بنقولوش على العام. ادي الفيديو، شايفين البيت؟ شايفين البيت عامل ازاي؟ رسالة لكل الإعلاميين ورسالة لكل البلوجر، ويا ريت تتقوا الله في سمعة البلد، وشكرا.